السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قررت تأجيل الحديث لحضراتكم رغم ان انتوا وحشيني جدا لما بعد الاستقرار على رؤية او تصور للمستقبل، لانه شايف انه الحديث عن الحاضر او الماضي هو من قبيل تحصيل الحاصل. تقريبا النهاردة اللي احنا قلنا عنه كثيرا ان هو شبه امبارح بكل تفاصيلهم، واللي كان يعني واحدة من ملامحها ما جرى معانا في الحملة الانتخابية، محل اتفاق من كل المنصفين، سواء المتكرمين يعني منحونا ثقتهم او محترمين ارادتهم كانت ثقتهم في مكان اخر. اللي استجد في الايام الاخيرة هو انه يعني احتراما لتكرار السؤال وعجزي عن الإجابة رغم حرصي على الظهور طول الوقت بين الناس، وحرص الحملة على التأكيد على نفي كتير من اللغط أو الشائعات ما كانش كافي، ولذلك بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي علشان نأكد على 4 معاني أساسية. أول المعاني دي هو الشكر الواجب علينا والمستحق لأهلنا في كفر الشيخ وقالين على وجه الخصوص وفي كل ربوع الوطن ممن أعطونا من محبتهم أكثر بكثير مما نستحق، وزي ما بنقول دايما عله العشم الذي نسأل الله ألا يخيب فيهم ظننا به. يعني الشكر ده الحقيقة إذا كان للجميع لكل الناس اللي أعطتنا من محبتها، فأنا زي ما قلت عايزين نختص أهل كفر الشيخ وقالين ل3 أسباب. الأول هو الاستقبال الكريم منهم للفكرة التي عبرنا عنها في خلال هذه الحملة الانتخابية، وقلنا وبنأكد تاني أنه ده لا ينصرف لشخص منه إلا أقل القليل، وأنه أكثر الكثير منه هو انتصارا لبكرة بما يمثله من أفكار، أحلام، أمنيات، على حساب النهاردة اللي هو الحقيقة أقل بكتير جدا من اللي الناس تستحقه أو اللي تقدر عليه. المستوى الثاني من الشكر للبطولة الفائقة اللي أظهرها أهل هذه الدائرة العظماء في خلال يومي التصويت وما قبلهما. إذا كان الكثيرين من أحبائنا لاموا عليهم غير محقين في أنهم ما قدروش يحققوا لنا نصر ساحق من الجولة الأولى، فأنا بعذرهم لأنه ما شافوش الأجواء الهستيرية اللي جرت في ظلها الانتخابات في هذه الدائرة تحديدا، واللي يجب معها أن احنا نؤكد على أنه قدرة ورغبة المواطنين في كفر الشيخ وقالين للانتصار للأمل وتجاوز الألم كانت واضحة جدا، وكانت نتيجتها القاطعة هي حصول المرشح اللي بيمثل هذه الفكرة على الترتيب الأول في الجولة الأولى، ثم على الترتيب الأول في جولة الإعادة وبفارق واضح في المرتين. أنا عارف أن اللي أنا بقوله دلوقتي يختلف عن اللي أعلنته اللجنة العامة للانتخابات، لكنه يتفق مع ما يعرفه الكافة وما دللنا عنه في حينه ونؤكد عليه الآن، وسننشر بعد قليل من خلال الحملة الانتخابية نتيجته موثقة. بقول الكلام ده حتى لا يلام ولا يعاتب أي حد في كفر الشيخ اللي قرر أنه يشارك وده حقه، أو اختار ألا يشارك وأيضا ده حقه، اللي تكرم بأنه يمنحنا ثقته وده فضله، واللي منح ثقته لآخرين وده قراره. كل هؤلاء ليهم الاحترام والتقدير، وبنأكد أن لم يكن لنا خصومة في هذه المنافسة الانتخابية إلا مع من أراد قهر إرادة الناخبين أو شراء زمامهم، وإنه الدرس كان واضح جدا إنه الناس، ودي عينة ممثلة للشعب المصري، لا تقهر ولا تباع.
الحقيقة كان فيه الكثير مما يستحق التأمل. وضيوفنا اللي جم من دوائر تانية يشهدوا على ذلك. الناس هنا كانت بتاخد الفلوس اللي منهم محتاج لها، أكثرهم رفض ذلك، لكن حتى اللي دفعته الحاجة المرة لذلك لم يغير ضميره ولم يبيع إرادته. الناس الكبار المحترمين، أهلنا وأعياننا، من أول عمادنا ومشايخنا لغاية كل رؤوس العائلات وكل الناس اللي جرت معاها الاجتماعات، أثبتت أن إرادتها حرة وليست للبيع. هذا الانتصار الواضح والقاطع والذي سنقدم عليه نتائج موثقة يدفعنا إلى مجموعة من النقاط الأساسية. أولها إن احنا ننتظر قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة، أن تراجع ما أرسل إليها من اللجنة العامة جيدا، وأن تحاسب وتعاقب المخطئ. نحن نعرف على وجه اليقين أن هناك خطأ ما، ننتظر تصحيحه وحساب المخطئ حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأفعال، لأن فيها عبث بإرادة الناس وفيها الحقيقة تهديد لمستقبل احنا نتطلع إليه زي ما قلنا وبنأكد مرارا. نريد أن يأتي بشكل آمن في الأطر الدستورية بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع وللآلية الانتخابية. الشكر على المستوى الثالث لأهل كفر الشيخ وقلين، أن قبلوا منا أيضا متكرمين كظم غيظهم وترك مساحة للعقل وللمسار القانوني الذي انتهجناه، والذي نأمل أن يكون في النهاية سبب في حصولهم على حقهم. عارف ومقدر الحزن النبيل لكل واحد بالمناسبة، انتخبنا أو ما انتخبناش، لكن هو زعلان للمبدأ. قابلت في الأيام اللي فاتت وأنا قضيت طول الوقت بين أهلنا في قلين وفي كفر الشيخ ناس بتقول ما شاركناش أو ما انتخبناكش، لكن احنا زعلانين لأنه ما يصحش أن تبقى فيه إرادة ويتم العبث بها. وفي الحساب هناك الكثير مما يمكن أن نقوله، لكن يمكن الضمير الوطني يمنعنا في الحديث في معظمه. يعني عارف أن معظم الناس هتقول أن الدوائر كان فيها تدخلات وكان فيها مال سياسي وكان فيها كذا. كان هناك مستوى آخر، كان هناك مستوى آخر من القهر، ومستوى آخر من الفساد السياسي والمالي، لكن كان هناك مستوى أعلى وأعلى من نبل الناس وكرمها وانتصارها لما تريد. شكرا شكرا شكرا. اديتولي فرصة ان انا اكسب رهاني، ولما كنت بقول دايما للناس ان احنا مع بعض نقدر وان احنا اقوى، انا كنت بقول ده وانا مصدقه، لكن في كثيرين كانوا بيشككوا فيه. الان فاضل نقطة واحدة بس، يعني ثبت انه الناس اقوى واقدر، وان ارادتهم هي من ارادة ربنا سبحانه وتعالى. هم عملوا اللي عليهم، واحنا لحد الان التقصير من عندنا ان احنا ما وفناش بالجزء اللي يخصنا. طلبنا منهم اصواتهم وقلنا لهم عليكم الاصوات وعلينا حراسة ارادتكم. الناس عملت الجزء اللي يخصها، واحنا ما زال لدينا امل في انه ينتصر صوت العقل، وانه تسمحوا للناس ان تذوق لذة الانتصار من خلال الصندوق. وده قلت وبكرر تاني حتى يظل باب الامل مفتوحا، لانه ده بيوفر علينا جميعا ان نغلق هذا الباب فتنفتح في وجوهنا ابواب
لا نتحمل عواقبها وليس هناك داعي للمخاطرة بها. هذا الانتصار الواضح في الجولتين وفي الترتيب الأول لمرشح الأمل في هذه الدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين نهديه لكل القابضين على الحلم، حراس الأمل، من بقي منهم على قيد الحياة وقيد الأمل أو من غادر أحدهما أو كلاهما. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن احنا نختبر في هذه الأيام فلعله يعني نحظى بفرصة للتطهر لما نتحمل جزء من ألم فيه اللي أفضل مننا بكثير دفع في هذا الطريق للأسف حياته، وأحيانا تانية دفع حريته. كل هذه المظالم يجب أنها تتوقف. احنا محتاجين بجد الوقفة جادة من خلال قراءة متأنية في نتيجة الانتخابات الحالية، لأنه الواضح أنه هذه النتيجة كانت تمثل مواجهة ما بين أفكار تنتمي للماضي وأفكار تنتمي للمستقبل، والناس اختارت الأخير. ولما قلنا اعملوا ما بدلكم في الطريق للصندوق وسيبوا لنا ستاره وصندوق، كنا عارفين احنا بنقول ايه. وخليهم يحطوا الصندوق ده في اي دايره وفي اي مكان. نحن نتحداهم مرتين. المره الاولى ان النتيجه اللي هننشرها موثقه، نتحدى كل فرد واي جهه انه يواجهنا بغيرها. مره تانية هننشر نتيجة موثقة تشير إلى فوزنا بالترتيب الأول في جولة الإعادة كما جرى في الجولة الأولى، ونتحدى الجميع بأنه يواجهنا بغير ذلك. وبالمناسبة ده مش كلام بنقوله علشان احنا الآن أعلن حصر عددي من قبل اللجنة العامة يشير إلى شيء يناقض إرادة الناس، ده مبدأ. ويذكر المتابع من حضراتكم انه اثناء التعديلات الدستورية انا طلبت بضمان حق الناس في الكشف عن محاضر فرز اللجان الفرعية كاملة، وانها تنشر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات عشان كل مواطن حط صوته في اي لجنة انتخابية يبقى عارف نتيجتها ايه. بالمناسبة ليس هناك اي مبرر للاعتداء على هذه الضمانة اللي هي أبسط حقوق الناخبين. وأيضا تكرر الأمر مع الجولة الأولى. لما تظلمنا من نتيجة الجولة الأولى البعض سألنا ليه انتوا حاصلين على المركز الأول وبفارق أكتر من 11,000 صوت انتخابي، بتتظلموا من إيه؟ قلنا بنتظلم من الغلط حتى لو لم نتضرر منه. واحنا دلوقتي متسقين مع نفسنا تماما، ما زلنا نرفض اي خطأ سواء كان المتضرر منه احنا او غيرنا. الشيء بالشيء يذكر. انا عايز بس ارد على نقطتين بشكل سريع، ولسه عند وعدي ان احنا هنتكلم تفصيليا عندما استقر على طرح للمستقبل وكلام عن بكره. هو ما تردد عن ان انا كنت في الايام اللي فاتت مريض، والمرض في حد ذاته ما هوش عيب، لكن احزنني ان البعض يتصور ان انا امرض بسبب نتيجة انتخابات. هي على كل حال كانت هتعطينا وسيلة يعرف القريبين مني ان انا ترددت كثيرا في تكرار المحاولة لامتلاكها، لأنه بعد 5 سنين أنا عارف أن الوسيلة دي لا يمكن في ظل الظروف الحالية أن تحقق أهداف كبيرة تنتظرها الناس. لكن على كل حال لن نعدم وسائل أخرى، ويمكن من حيث شاءوا أن يضيقوا علينا منحونا براحا أوسع في نفوس الناس وفي قلوبها. وهو يعني المكسب الحقيقي اللي بيحملنا مسؤولية دائمة أنا وإنتو أن نجتهد في الحفاظ عليها.
الكلام ده كان مبعثه تداول صور قديمة لفترة في فعلا أنا مريت فيها بالظروف مرضية، لكن اللي زي ما يتعبش من حاجة زي دي، والضربات التي لا تقسم ظهورنا تقوينا، والناس أعتقد أنها أعطتنا من القوة أكثر بكثير مما كنا نمتلك قبل المنافسة دي. يمكن الناس بانت على إرهاق في نهاية 48 ساعة في اللجنة العامة، واستنتجت ما هو أصعب. لكن أنا خرجت من اللجنة العامة واقف على رجلي، وابتسمت في وجوه اللي ظلموني واللي تعدوا على إرادتكم، وليس لدي أي رغبة في الانتقام من أي منهم. بالعكس، أنا مشفق عليهم، وأتمنى ليهم والكل اللي زيهم إنه في وقت قريب لا يقهر فيه أحد، وكل الناس تعمل شغلها من منطلق واجباتها الوظيفية وبالاحتكام لضمائرها، ومراعاة لحساب من ربنا بس، مش حساب من حد تاني. ويعلم الله ان واحنا بنحب بلدنا وهنستمر في المجاهدة علشان خاطر تبقى احسن. لو قدر لينا في وقت من الاوقات ان يبقى لنا قرار، مش هنستخدمه ابدا في تشفي ولا في انتقام. وإن كنا نطلب من اللي عنده المسؤولية الآن إنه يحاسب، لأنه في مؤسسات الحقيقة لا تستحق الصورة اللي بيقدمها عنها بعض أفرادها. في مؤسسات بتقدم من أبنائها وأبنائنا تضحيات عظيمة جدا، ما يصحش في النهاية إنه أخطاء وتجاوزات صادرة عن بعض أفرادها ترسم صورة سلبية عنها. الكلام ده برضو احنا بنقوله مرة تانية بضوابط. نعرف انه مش كل اللي الناس تعرفه المفروض تقوله، لكن الحقيقة يعني ما واجهناه صعب وكثير، واحنا نتحمله يعني حسبة لوجه الله وحبا في هذا الوطن. اللي بيحب البلد ما يقولش شعارات، اللي بيحب البلد يحافظ على مؤسساتها ويحترم دستورها ويطبق قانونها. لا سبيل لبناء دولة وطنية ديمقراطية عصرية حديثة زي ما نص الدستور إلا من خلال هذا المسار. أنا قلت لحضراتكم إنه هنتكلم بعد أيام قليلة تفصيليا، بدرس كل الخيارات، لكن في أحد هذه الخيارات الناس اتكلمت فيه في الفترة الأخيرة، بعضهم بالمحبة والخوف، والبعض الآخر بفهم خاطئ عني أو تصوراتهم هم لتوقعات برد فعل السلطة. ليس من بين اختياراتي الآن ولا مستقبلا أن أغادر، أو بشكل أوضح أن أسافر، لأسباب عديدة. أولها يخصني أنا، وقلته قبل كده وبكرره تاني، أن ليس لدي ما أخشى معه من مواجهة العدالة، ولا أخجل معه من النظر في عين أمي. ده ألزمت نفسي بيه طول الوقت طوعا، علي أطمع في محبة واحترام الناس، وقد كان. السفر مش أحد الاختيارات بالنسبة لي، واللي قال كده خوفا عليا أنا شاكر ليه، رغم أنه كنت أحب أنه ظنه بي يكون أفضل من ذلك. والمبررات اللي اتقالت كثيرا الحقيقة يعني تعكس نظرة ما
ليه طريقة تعامل السلطة مع منافسيها السياسيين، وده أمر أنا أتمنى أن يتم الإقلاع عنه. وعلى كل حال يعني إذا قدر لنا أن ندفع فيه ضريبة دفعها غيرنا، ومش بس أنا بتكلم عن غيرنا يعني من وجوه سياسية معروفة، لا، لأنه ده برضو في تصنيف عنصري. أنا رأيي أنه اللي دفع في لحظة ما حياته، أو اللي ضحى بحريته عشان يجيب بكرة الجميل النظيف اللي كلنا بنتمناه، في صمت وفي الظل زي ما بيقولوا، هو يعني أكرم عند الله وأبقى في ضمير الوطن من الناس اللي بتقول شعارات جوفاء، ولما يجي وقت التضحية بتبقى أول ناس تقدم سلامتها الشخصية وتسعى للنجاة على حساب المعاني اللي كانت بتقولها للناس. امبارح والنهاردة وبكرة هنفضل نقول رغم الألم يحيا الأمل، وسيحيا ويحيا ويحيا أطول من أعمار اللي بيحاولوا أنهم يخنقوه واهمون. وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح، وده في يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ده ظننا بالله. وأنا واثق أن اللي منكم هيعيش عدد من السنوات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، هيشوف كتير من اللي حلم بيه واللي أفضل منه ضحى في سبيله. لغاية ما يعني أقابلكم تاني قريب، وده على وعد أن أنا هكون حسمت الكثير من خياراتي المستقبلية علشان أذكر حضراتكم بيه. هبقى لسه متعشم في حاجتين، أولاها أن أنا أذكركم بأنه احنا في خصومة مع السلطة مش مع الوطن. مش مع الايه؟ مش مع الوطن. صحيح ان احنا من حقنا ومن حق كل مواطن انه يسعى لتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع حتى لو كان الطريق ده متعسر، لكن الاهم ان احنا نحافظ على الوطن. بقول الكلام ده لان انا واثق ومطمئن انه هتقبلوا رجائي انه محدش يدفعه الغضب لارتكاب اي سلوك خارج اطار القانون. احنا هنلزم نفسنا دايما باحترام القانون طوعا عشان نبقى نموذج للآخرين. وانا جاي في الطريق وكنت بفكر حد صاحبي دلوقتي من الناس المكتئبين. معظم الناس اللي انا قابلتهم مستبشرين ومتأملين ومبتسمين، واكتر ايام الناس شاورت لي فيها بعلامة النصر وانا ماشي في شوارع البلد الطيبة دي وبين اهلها الكرام في كفر الشيخ وقلين. فانا قلت له ان انا كنت بسمع في الطريق اغنية جميلة كده، يعني المصريين اكتشفوها في ايام 25 يناير المجيدة. كان فيها مقطع بيقول وحياتك لا افضل اغير فيكي لحد ما ترضى عليا. افرحوا بنصركم وما تزعلوش مننا ان احنا ما قدرناش نحرس ارادتكم، كانت حاجة اقوى مما توقعنا. لسه في مجال للعقل، هنعمل اللي علينا في المسار القانوني. واحنا في النهاية متمسكين بإيماننا العميق بكلام ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.